وفقا لاتفاقية 1951 عن اللاجئين، فاللاجئ ده هو كل شخص موجود بره بلده والسبب تخوف من التعرض للاضطهاد او لاسباب ترجع الى عرقية او دينية او جنسيته او حتى اراء سياسية. ده بيسبب له خوف لانه بيفتقر لحماية من دولته. هو ده تعريف اللاجئ قانونا. اصدقائي الاعزاء السلام عليكم، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. تعريف اللاجئ قانونيا موضوع صعب شويه، لان موضوع اللجوء ده اوعى تفتكروا ان هو حاجه سهله. كل شخص موجود بره بلده نتيجه لاضطهاد معين من حاجه معينه، اضطهاد بقى ديني، اضطهاد جنسي، اضطهاد سياسي، ده اسمه لاجئ. واللاجئ طبعا ما بيتمتعش بحماية البلد بتاعته، فبيضطر يلجأ لبلد تانية عشان تحميه. يروح بقى البلد دي وتعمل له جنسية وباسبور لاجئين. وبرضه اوعى تكون فاكر موضوع الباسبور ده بتاع اللجوء حاجة كويسة، لكن في اوقات كتير بتبقى صعبة والناس مضطرة ان هي تعمل كده. انا بقول نظبط اتجاهنا مع بعض وتعالوا نشوف. اتعرفنا على كلمة لجوء ومعنى لاجئ، وان اللاجئ بيهرب من بلده يروح بلد تانية يطلب اللجوء بتاع البلد دي. ومعنى كلمة لجوء ان البلد التانية تحميه. طبعا تحميه من ايه بالظبط؟ زي ما احنا قلنا في المقدمة، هتحميه بقى من اضطهاد سياسي، جنسي، عرقي، ديني، اي حاجه. المهم الدوله التانيه تحميه. والكلام ده طبعا غير الظاهره اللي موجوده اللي بنشوفها اخر كام سنه، ان الناس بتهرب من بلادها لان بلادها مثلا بتمر بظروف قاسيه شويه من حيث مثلا الاقتصاد. يوم الشباب واخدين مركب كده لا تصلح لاي شيء وطالعين بيها على اي حدود دوله اوروبيه، والناس بتملى دماغهم وروح ارمي نفسك في البحر وروح يا عم هتعيش عيشه فل هناك، وهيعملوا لك الباسبور وهتطلب اللجوء كمان. فالشباب بيعرض نفسه للموت والهلاك عشان يطلب اللجوء لدوله اوروبيه. واوقات كتير تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن والمركب مع الاسف بتغرق وبيموت كل من عليها. واكيد شفنا الكلام ده عبر شاشات التلفزيون وفي السوشيال ميديا. واكيد طبعا دي حاجه مؤسفه، يعني ما ننصحش باي شاب ان هو يلقي بنفسه في التهلكه. عايزين بقى نحكي معاكم شويه عن اللجوء والازمات اللي بيمر بيها اللاجئين، وعشان نكون واضحين شويه، طالبين اللجوء مش اللاجئين نفسهم اللي هم خدوا الباسبور يعني او خدوا اي ورقه اقامه ان هم لاجئين في البلد دي. حصلت حرب مثلا طاحنه في الاراضي السوريه، السوريين بلادهم اتدمرت واضطروا ان هم يلجأوا لدول تانية، اللي اهله ماتوا واللي تجارته باظت وحاجات كتير والله المستعان. اللي خدوا مراكب بقى لا تصلح للابحار اصلا وطلعوا على سكه اوروبا، واللي طلعوا على مصر والدول العربيه، واللي راح على الاراضي التركيه، واللي وصل منهم بقى بدأ حياته عشان يواجه المشاكل بتاعه اللجوء. انا عايز حضرتك تتخيل ان انت طلعت من بلدك كده وقضيت ايام ما يعلم بيها الا ربنا، حرب وضرب نار وبرد وغيره من الظروف اللي الناس بتمر بيها، وفي النهايه بتوصل للبلد اللي انت عايز تروحها. بس مش هي دي النهايه، لا ده هي دي بدايه المشوار المتعب. اول ما بتوصل كلاجئ البلد اللي انت عايز تروحها بيعيشوك في خيام من ورق، وطبعا في فصل الشتاء بتلاقيها برد ما يعلم بيه الا ربنا، لان اكيد طبعا درجه الحراره بتبقى منخفضه جدا. جوه الخيام دي مفيش اي نوع من انواع التدفئه، ودي بتبقى اول صدمه بيقابلها اللاجئ. بيحاول اللاجئ يهرب من المخيمات دي ويخش جوه البلد نفسها، لكن ما بيقدرش لان الحراسه بتبقى مشدده على المخيمات دي، فبيضطر يقعد في المخيم لحد ما يشوف ايه مصيره بالظبط. تعالوا بقى نشوف ازمات السوريين مثلا كمثال للدول اللي راحوا فيها. نيجي نشوف في مصر مثلا طلع هاشتاج ارجع يا سوري بلدك، ودي كانت حمله من ناس عنصريين عايزين يطردوا السوريين اخواتنا من مصر على اساس يعني ان هم سرقوا رزق المصريين. وطبعا اكيد ده كلام فاضي وملوش اي صحه من الاساس، لان محدش بيسرق رزق حد، والارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، والارض بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من ان استثمارات السوريين في مصر من سنه 2011 تقدر بحوالي مليار دولار، وان هم ما خدوش رزقنا ولا اي حاجه، بالعكس ده هم نشطوا الاقتصاد المصري، لان اكيد كلنا عارفين ان السوريين شاطرين جدا في التجاره، وان هم فعلا نجحوا في مصر ونجحوا في تركيا ونجحوا كمان في اوروبا، وفي اي دوله بيروحها السوري بينجح فيها. فتحيه من القلب لاخواتنا السوريين. علشان كده اغلبيه المصريين ما وافقوش على الكلام ده، وان موضوع الهاشتاج ارحل يا سوري من بلدنا ده كان من اقليه. اتعمل هاشتاج تاني من المصريين خليك يا سوري، ورجع تاني الترحيب باخواننا السوريين ودعمهم ان هم يفضلوا في مصر وان هم اخواتنا. نطلع بقى على اوروبا ونشوف موضوع اللاجئين في اوروبا. في اليونان مثلا اتعمل مستودع على شواطئ اليونان، وموضوع المستودع ده عباره عن سجن مخفي بيحطوا فيه اللاجئين اللي هم لسه واصلين عن طريق البحر. واحد من الناس فتح فيديو من قلب
قلب المستودع ده، وكانت حاجه بشعه جدا. ده غير التعذيب اللي بيشوف اللاجئين لما يروحوا هناك، حاجه طبعا غير ادميه من دول تدعي الادميه. ومن قبل موضوع السجن ده واليونان بتواجه موضوع اللاجئين ده بقوه وحزم، وان هم مش عايزين حد يبقى عندهم من اللاجئين بتوع مثلا الشرق الاوسط. في المانيا مثلا بيواجه اللاجئين مشاكل في تعليم اطفالهم. في هولندا كمان اللاجئين بتعاني من مشاكل كتير. ده غير طبعا وللاسف في كتير من دول الخليج ما بتقبلش اللاجئين وبيرفضوا ان هم يدوهم اقامات، وفي دول بترفض رفضا باتا موضوع اللاجئين ان هم يخش عندها اصلا، ولو اكتشفوا ان حد معهوش اقامه او معهوش بطاقه بياخدوه يسلموه للسلطات فورا، والسلطات بتكشف عنه وترحله. عشان كده اصدقائي الاعزاء اللي بيفكر ان هو يعمل لجوء يفكر مليون ألف مرة إن الموضوع ده صعب جدا، وإن الدنيا مش مفروشة بالورود للاجئين. واللي يقول لك حضرتك هتوصل كده يدوك الجنسية والباسبور مثلا الأوروبي بسرعة جدا عشان أنت لاجئ ومضطهد يبقى بيضحك عليك. ولو كنت حضرتك مضطر للموضوع ده ففكر كويس جدا الدولة اللي بتسمح بدخول اللاجئين ليها فين وروح عليها، وده طبعا في حالة الاضطرار. عنصرية وعدم ترحيب واضطهاد، تهديدات وطرد وترحيل، كل دي مشاكل بيقابلها اللاجئ في غالبية الدول تقريبا. يا ريت بقى الحكومات والشعوب يكونوا رحمة شوية باللاجئين وتعاملهم كبني ادمين، لان هم فعلا يستحقوا التكريم. على اللي شافوه من مهانة وذل ما لهمش يد فيها، فمعقولة يعني نيجي نحاسبهم على حاجة ما لهمش يد فيها؟ فيا ريت نكون بيهم رحماء. اصدقائي الاعزاء شكرا ليكم ولمتابعتكم، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام ختام.